السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل وصفة حلوة جدا جدا، والوصفة دي بقت غالية جدا في المحلات. كنا بنشتريها الاول ب20 جنيه وب22، دلوقتي وصلت 45 و40 جنيه. فدلوقتي احنا هنعمل دلوقتي حاجة منظفة في البيت، للبوتاجازات وللطقمة وللسجاد ولأي حاجة عندك ممكن تنضفيها، حتى المراتب اللي هي السوست ممكن ترش عليها وتعملي بيها. الوصفة دي في البيت مش هتكلفنا 20 جنيه، من بره هتجيبيها ب40 و45 جنيه. تعالوا بقى نعمل يلا الوصفة، وبعد بعد ما هعمل الوصفة هقولكوا على اسم المنتج او الحاجة اللي احنا عملناها. بسم الله الرحمن الرحيم. معلقتين ملح ليمون، معلقتين ملح ليمون، عليهم كوبايه خل طعام. الخل البيت بتاعنا اهو، يعني الازازه خلصت، هي اخر كوبايه كانت فيه، فاحنا هنحطها هنا على ملح الطعام، على ملح الليمون. كده احنا حطينا ملح الليمون وحطينا الخل، كوبايه من الخل اللي هي دي، وهننزل عليهم بكوبايه من الكلور الالوان اللي هو الكياس، مش السايب يا جماعه، عشان يديكي نتيجه كويسه. هاتي الكياس، ما تجيبيش السايب. السايب ما بقاش الفعاليه بتاعته زي اللي هو الكياس. هنحطه كده على بعضيه كده، خلي الليمون مع الخل مع الكلور الالوان. ودي بقى الكوبايه اللي هتعمل الفوم بتاع الستريس. احنا كده بنعمل الستريس اللي هو بينظف الاطقم والسجاد والبوتاجازات والسيراميك وكل حاجه عندك في البيت. بصوا بقى العظمه اللي هتحصل، ايه رايكم؟ شايفين؟ انا حطيت برضو حبه الكلور هنا مطرح كلور الالوان، فعمل معايا برضك الفوم دوت في الكوبايه، فمرضتش ايه احط فيها عشان ما يفرش. بصوا بقى تحفه، عملنا سترس في البيت بمكونات سهله جدا، مش مكلفه خالص، وهيديكي نفس النتيجه بتاعه السترس اللي احنا بنجيبه من بره ب50 جنيه و45 جنيه. دوت نفس النتيجه، هيديكي نفس الفاعليه ونفس الجمال ونفس النظافه. وانا برضو دلوقتي هخش اعمل بيه الطقم بتاعي، فهنضفه وهوريهولكوا برضو وانا بعمله. بصوا الفوم تحفه، هو ده نفس السترس اللي بروح نجيبه بالغالي. اعمليه في البيت مش هيكلفك 20 جنيه. وادعي لي بقى دعوه حلوه، ومستنياكي في التعليقات تقولي ايه رايك. ولو اول مره بتشوفي قناتي اسمها اكلات مصريه مع عزه نصر، ما تنسينيش في اللايك وفي الاشتراك في القناه. ومستنياكي يا قمر. السلام عليكم ورحمه الله. دلوقتي جبت حته قماشه بيضه اهي، عشان تعرفوا ان انا هبلها في قلب السترس اللي انا عملته، واحطها كده اهو. وهجيب بقى غطا ليه حرف زي ده كده، شايفين الغطا ده؟ الحله اللي هي ليها حرف زي دي كده. هبتدي بقى الف الحته عليه، نبتدي ندعك الطقم ونشوف الوساخه اللي هتطلع منه. شايفين؟ شايفين اللي طلع من الطقم؟ والحته تحسي الحته هنا فتحت. هنعملها مره تانية. شايفين بقى السترس بعد ما غسلتي بيه الطقم بقى منور ازاي؟ اكيد انتوا كنتوا شفتوه في الاول قبل ما اغسله كان عامل ازاي. طبعا هنا كمان الاضاءة مش مساعداني كمان. شايفين الكنبة كلها زي الفل. طبعا القعدة ديت ليها مخدات بسوست، انا مش بغسلها بالسترس، بحطها في الغسالة. فانا غسلت الظهر والايدين بتاعة الطقم. شايفين المنظر؟ تعالوا بقى اوريكم الايدين. شايفين المنظر بقت جميلة ونضيفة ازاي؟ اوريكم برضو الناحية التانية، هوريكم كل الطقم. شايفين بقى زي الفل؟ اعمليه في البيت ووفري فلوسك. والسترس ممكن تحطيه برضك مع الابيض في الغسيل، في الغسالة الاوتوماتيك، بيبقى تحفة. يلا بقى هلف الكاميرا واوريكم الطقم التاني. تعالوا بقى نشوف الناحية التانية اهي. شايفين الطقم تحفة؟ شايفين بقى زي الفل؟ ليه تروحي تجيبيه ب50 و60 جنيه؟ حرام. اعمليه في البيت
وتحفه في السيراميك، وتحفه في الحمامات، وتحفه في البوتاجازات، تحفه في كل حاجه. يعني ممكن كمان تحطيه مع الغسيل الابيض، جميل جدا اهو. شايفين الجمال والنظافه، مخلي الطقم بيبرق. ارجو بقى اكون فدتكم بوصفتي النهارده، والتوفير بتاع السترس متشتروش تاني من بره. الاعياد جايه علينا، اعمليه في البيت بكميات، يعني عايزه ضعف الكميه ضعف الكميه تاني، واعملي يعني ضعف الكميه اللي احنا عملناها. وممكن تضيفي له ريحه، اي ريحه بتحبيها عشان يبقى له ريحه برضو حلوه زي السترس. وارجو اكون فدتكم بالفيديو بتاعي النهارده، وارجو متنسينيش في الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، وتعملي مشاركه مع اصحابك عشان يعملوا في البيت. وكل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.